مشاهدينا الكرام كما تشاهدون نحن الآن في مكان الحادث. اليوم قضاء عين التمر استهدف من قبل عناصر التنظيم. من ضمن البيوت التي استهدفها عائلة كانت تسكن في هذا الدار، لم يبقى سوى صور الأطفال. قام أحد عناصر التنظيم بذبح هؤلاء الأطفال، وكما تشاهدون الآن الزميل مصور يصور ويوثق كيف كانت تنام هذه العائلة، ولم تبقى سوى ملابسهم وبعض الملابس الخاصة بالعائلة. كما تشاهدون الدماء في كل أنحاء هذه الغرفة. راح أنتقل وأتحدث مع أحد الأخوة الموجودين اللي هو أيضا شاهد الحادث. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. احكي لنا شنو صار؟ صار احنا سمعت اطلاقات وين يم هذا البيت اول بداية، بس هو ما ضربهم بالاطلاقات، اجى ذبحهم ذبح، دق الباب عليهم وطاب جوا وذبح العائلة كلها. اي نعم، النوب سوى خلص دولة، مو بس واحد، هو جا هم 5 أو 4، ما اقدر اقول لك كم واحد. نوب جا وين علينا، على البيت مالتنا وعلى البيت جيراننا وعلى حسب الصوت. اي احنا الباب مالتنا شفنا ابني قال بابا هذاك واحد فات، قلت له بابا اسكت، قفلنا الباب وطبينا جوا بالبيت. المهم وقف من الباب، مشى على جيراني دق الباب هم عليه، هو جاري هم قال دق الباب، ما طلعنا. احنا تاخرت شويه، كان شو يسوي؟ فجر نفسه وين؟ بالباب. شنو على عائلة قد عددهم كانوا؟ عددهم هاي 5 نفرات كلهم يذبح، حتى المرأة يعني حتى الأم. وهذا الرجال خادم الحسين هذا، يعني هو خطيته هيئ للموكب، ويعني خادم الحسين، يعني شنو مسوي نحن؟ الله يوفقه. نعم مشاهدينا الكرام، ايضا انتقل الى القائد لسرايا السلام، وايضا كان لهم دور بالتصدي للجماعات جماعات داعش او تنظيم داعش. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احكي لنا شلون قطاعاتكم صدت وشلون؟ يعني في تمام الساعة 6 صباحا هناك اطلاق نار من قبل عناصر داعش، تصدى لها عناصر سرايا السلام بالاشتراك مع القوات الامنيه. بعد ذلك توجهوا الى الدور السكنيه وبداوا يقتحمون بعض الدور، طبوا على عائلتين او اكثر. يعني وانتم تشوفون الدماء وتشوفون اللي صار. والعنصرين الاخرين من داعش تم بعد ان تم فرارهم تم قتلهم من قبل عناصر سرايا السلام والاخوه في الاجهزه الامنيه. اليوم اكيد راح اليوم الوضع الامني مستتب في قضاء، ما راح تتكرر الحاله، يعني القطاعات الامنيه راح تمسك هاي الارض، لو انتم راح تكون تحت تصرفكم. الان عين التمر امنه بفضل عناصر سرايا السلام وكذلك الاجهزه الامنيه. واحب اوجه رساله الى الزائرين الكرام ان عين التمر تبعد عن كربلاء 100 كيلومتر او اكثر، والمستهدف في هذه العمليه هي الاطفال والنساء كما ترون، وليس هناك اي استهداف للزائرين الكرام. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا الكرام، كانت هذه الرسالة وهذا التواجد في هذا موقع الحدث. يعني اليوم تشاهدون انه التنظيم استهدف هذه المناطق وهذه البيوت، وان كانوا هؤلاء العائلة جالسين في مأمن، ومنذ ساعة الصباح الباكر تم استهدافهم. طبعا هذه الرسالة التي قلناها لكم، وأيضا حبينا نغطي مكان الحدث، وأن تكون قناة NRT عربية متواجدة في كل مكان، وأيضا نوثق لكم بالصوت والصورة. في قناة NRT عربية، حيدر هادي، قضاء عين التمر.